السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طبق حلو جدا والأطفال كلها بتحبه وينفعك في العزايم. هنعمل شوية كفتة شيش مع شوية مكرونة بالوايت صوص. أكلة لذيذة جدا، ونحب نغير لما نكون حابين نغير لولادنا نعمل لهم الأكلة دي. أي أقل كمية لحمة هتديكي كمية السياخ كبيرة جدا وهتكفي كل أفراد الأسرة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونشوف عملنا الكفتة الشيش دي ازاي وشوية المكرونة الخفاف الجمال دول ازاي. أول حاجة أنا جبت اللي هما رغيفين عيش فينو ونقعتهم طبعا في شوية مية. العيش الفينو بيدي الكفتة تست عالي وبيديها طراوة بحيث ان هي تكون ماسكة نفسها وفي نفس الوقت طرية من جوه. ده عبارة عن كيلو الا ربع لحمة، او عايزة تجيبي نص كيلو او ربع كيلو زي ما انت عايزة. والعيش اهوت معانا متخمر في المية. ودي بصلة واخدها طبعا، ده تفل البصل انا عصرت المية بتاعته عشان الكفتة ما تفكش معانا، عشان برضو نبل ايدينا فيها. وادي ملح وفلفل اسود، ما بحطش على الكفتة اكتر من كده عشان نحس طبعا بطعم اللحمة، وتكون البهارات ما تغيرش طعم اللحمة معانا او تضيع طعم اللحمة معانا. بعد شوية كده لما العيش اتخمر في المية، ابتديت اشيل الكفر اللي هو المتحمر ده واعصره واحطه على اللحمة كده زي ما انتوا شايفين. اللحمة ديت انا مدياها فرمة بسيطة كده في الكبة، وابتديت بقى احط عليها العيش عشان نشتغل بيها وتبقى ماسكة نفسها برضو ما تفكش معانا في الاسياخ. العيش كويس جدا بيدي اللحمة طراوة ما بخليهاش تفك برضو معانا في التسوية. زي ما انتوا شايفين كده هنعصر اللي هو العيش، ما تخافوش من العيش بيديها برضو طعم كويس وممكن يزود كمية اللحمة معاكي. وادي البصلة، ده تفل البصلة اهو حطيته عليها وسبت المية زي ما انتوا شايفين برضو كده. وده بياض بيضة برضو عشان اللحمة ما تفكش معانا وتفضل ماسكة نفسها وبيديها طعم كويس. وادي الملح والفلفل الاسود، ما بحطش اكتر من كده عشان ما ضيعش طعم اللحم. وادي معلقتين نشا برضو عشان احنا هنحط اللحمة على الاسياخ عشان ما تفكش برضو وتسيب الاسياخ وتقع في الصينية. احنا عاوزين يبقى شكلها كده ماسك نفسه زي الاسياخ بتاعة المطاعم. الاطفال بيحبوها وبيفرحوا بيها، وبرضو عشان تبقى شكلها كويس برضو لو هتحطها لضيفة ولا اي حاجة. ابتديت الم العجينة كده بالشكل ده، طبعا بتبقى طرية كده شوية. حطيتها في التلاجة عشان تمسك نفسها، وابتديت احضر الخضار اللي هنجهزه للسياخ معانا. ده عبارة عن فلفل الوان وطماطم وبصل والسياخ اللي هنشتغل بيها. كل الكمية اللي انتوا شفتها في اول الفيديو ده عبارة عن فلفلتين اتنين، ما استعملتش اكتر منهم. وقطعتهم بالطريقة دي قطع اللي هو على شكل المربعات دي. برضو الطماطم اهي مربعات، والبصل والفلفل الالوان كله على شكل المربعات عريضة كده علشان تبقى شكلها حلو وتشوي في الفرن ما تنشفش معانا لما ندخلها الفرن. وادي صوص الطماطم بالبصل اهوت. وادي اللحمة جمدتها شوية في التلاجة عشان اعرف اشكلها، علشان العيش برضو بيديها طراوة. عملتها كور كده زي ما انتوا شايفين، كفتة كور. ابتديت ابل ايديا بالبصل والطماطم، ونحط البصلة بالشكل ده اهوت عشان تبقى عبارة عن حامل كده لقطعة الكفتة. وبرضو الغطا اللي فوق برضو بنحطه بالطريقة دي، تبقى ايه قطعة الكفتة بين قطعتين البصل، تاخد منهم طعم في الفرن وما تتشعوطش ولا تتحمر معانا اكتر من اللازم، يبقى فيها طراوة شوية. برضو رصيت نفس الحكاية، البصل وبعدين الكفتة وبعدين فوق منها بصل تاني وبعدين الفلفل الالوان والطماطم. واللي وصل معايا لغاية هنا يا حبايبي يسمي الله ويصلي على الرسول ويحط لي لايك ببلاش. ادي بقى انا السيخ الكفتة بقى بالشكل ده. محضره له طبعا صينيه فيها شويه بطاطس كده شرايح مع شويه طماطم وبصل. البطاطس بتشرب من الصوص بتاع اللحمه وبتديها طعم حلو جدا هيعجبكم. ادي كمان واحده بعملها معاكم برضو بسرعه اهيت. ما شاء الله كميه الخضار اللي قدامكم ديت وهما اتنين فلفل احمر وفلفل اصفر كفوا الكميه كلها.
مع الطماطم ومع البصل. وادي الكفتة ببل ايديا كده الاول في الصوص الاحمر واحطه على الكفتة كده، بتاخد برضو من التتبيلة والطعم. حلوة جدا في العزايم، جربوها. ونص كيلو لحمة او ربع كيلو لحمة هيديكي سيخ كتيرة وهتفرحي ولادك. السيخ فيه عبارة عن قطعتين كفتة بس والباقي خضار. يعني انا حطيتها نص كيلو في السياخ والربع كيلو اللي زيادة عملت بيه برضو كفتة عادية وحطيتها مع الصينية زي ما انتوا شايفين كده. يعني ما شاء الله رمت كمية كبيرة كده خالص معانا بالشكل ده هوت. وادي الصوص بتاع البصل والطماطم حطيته عليها برضو، تاخد منه من طعم التتبيله. حطيت شويه ميه كده عشان طبعا البطاطس اللي تحت الكفته تستوي معانا. دي تنفع لوحدها وجبه متكامله، مش هتعوز جنبها اي حاجه. اديتها غلوه كده على النار زي ما انتم متعودين معايا. بحب اغلي اي حاجه على النار الاول بعدين احطها في الفرن. وادي شويه مكرونه. انا عملتها مكرونه صوصات كده برضو، تدي شكل وطعم زي يعني شكل مختلف زي حاجة المطاعم. برضو الاولاد بيفرحوا بالحاجات المختلفة بالشكل ده. سلقتها عادي شوية مية عاديين، ممكن تحط معاها شوية زيت. هنعمل الصوص الابيض بتاعها عبارة عن معلقة زيت ومعلقة سمنة ومعلقتين دقيق. هنحمرهم كده كويس في اي طاسة. لازم نسويهم شوية عشان يبقى طعم الدقيق مستوي في المكرونة معانا. نفضل نقلب فيهم كده ونفكهم كده على النار. نحس شوية كده الدقيق كده غمق شوية معانا. هنحط عليهم كوبايتين لبن. انت برضو بتظبطي الصوص معاكي، لو حباه خفيف لو حباه تقيل شوية برضو بتظبطيه شوية معاكي. بتقلبي برضو كل ما تلاقي الدقيق عايز منك شوية لبن بتضيفيله. وادي شوية ملح وفلفل اسود طبعا بنملحها بيه. نقلب كده كويس ونفكها بقى بالشكل ده والقوام ده. خلاص مش واخد اكتر من كده وبنضيفها على المكرونه اهيت اللي اتسلقت. طبعا بنكون حاطين لها شويه زيت عشان ما تكونش ماسكه في بعضها. ابتدي اقلبها كده بالشكل ده، نغرفها بقى في الاطباق ونقدمها. فعلا المكرونه بالوايت صوص ده جميله جدا مع شويه جبنه رومي او جبنه برمجان. برضو اي جبنه معاكي او عندك بتديها طعم كويس وتست عالي. وبكده خلصت اكلتنا يا حبايبي، وبألف هنا وشفا ليكم. جربوها مش هتندموا. فعلا كانت سهلة جدا. ممكن تقدميها في عزومة، تغيري طعم ونوعية الاكل لولادك كده. ننوع لهم مش كل الاكل اللي يبقى فيه صلصة وطبيخ يعني. وشكرا لحسن متابعتكم. بس ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.